السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نعلمكم طريقة الشطة أو هريس فليفلة. أو طبعا أول شي رحت على زريعة ابن أختي ولقطت الفليفلة الحمرة منها. يعني جبت كمية حوالي 3 كيلو ل4 كيلو، ما وزنتهم بالضبط، بس إيش يعني جبت كمية كويسة. طبعا أخذتهم وغسلتهم وفرمتهم بهذا الشكل. طبعا بعد ما فرمتهم بدي أفرمهم على المكنة على الوجه الخشن، لأنه الوجه الناعمة بتطلع منظرها حلو. أحلى إشي الشطة على الوجه الخشن. بلشت افرم الفليفلة، حطيت معها شوي حار. هاي الفليفلة نوعها مش حار، بس حطيت معها شوية حار لأن بدي شوية حرورة، ما بديها كثير تكون حارة. او طحنتهم كامل. طبعا بصفي منها مي. هاي المي لازم نتخلص منها. في ناس بتغليها على الغاز، انا ما بحب اغليها على الغاز لانه بيتغير شوي من طعمها. احسن اشي بنشفها بمكان جاف، مش على الشمس، بمكان جاف. حطيت عليها ملح وحركتها كويس. مش لازم الملح يوصل كل حب الفلفله كامل. هاي بعد ما نشفت الفلفله عن المي، حطيت عليها قبل ما احطها بالمرتبان بيوم، حطيت معلقتين خل. بحركهم كويس وبتركهم ثاني من يوم، بحطهم بالمتربانات. هاي ثاني من يوم المي كانت جافة عن الشطة كامل، بحطهم بالمرتبانات. واهم اشي لازم احط على وجههم زيت اذا ما بدي احفظهم بالثلاجة، لانه بيعفن وجههم اذا ما حطيناش عليهم زيت. الزيت يحفظهم من العفونة. وبهيك نكون عملنا هرس الفليفلة. ألف صحة وهنا يا رب، إن شاء الله ينال إعجابكم.